تخيل معايا كده إن في واحد عايش في زماننا ده ومخترع الواي فاي والكهرباء المجانية لكل بيت والريموت كنترول وكمان الكاميرا الرقمية. بس للأسف أغنى وأقوى ناس في العالم حاربوه. ده مش فيلم خيالي علمي، ده بجد حصل. مع مين؟ نيكولا تسلا. الراجل ده اتولد في صربيا، كانت دماغه دي كنز لوحدها، وكان شايف المستقبل بعين تانية خالص غير أي حد. كل التكنولوجيا اللي حواليك دلوقتي، من أول لمبة النور لحد الموبايل اللي انت ماسكه، أساسها كان بيرجع لأفكاره هو. بس للأسف اسمه مش مشهور زي ناس تانية كتير. يا ترى ليه؟ عموما، في زمن تسلا كان في صراع كبير قوي على الكهرباء. هو كان عايز كهرباء مجانية للكل، توصل في الهواء من غير أسلاك، زي الواي فاي كده يعني اللي في بيتك. ودي كانت فكرة جنونية بالنسبة لمين؟ للمستثمرين ورجال الأعمال زي توماس إديسون اللي كان منافسه الأساسي. إديسون كان بيقدم التيار المستمر اللي محتاج أسلاك كتير وعدادات عشان يحاسبك، وده طبعا مربح جدا ليهم. تخيل إنهم عملوا حرب إعلامية ضخمة ضد تسلا، وحاولوا يشوهوا سمعته ويخوفوا الناس من التيار المتردد بتاعه، لدرجة إنهم كانوا بيعدموا حيوانات بالكهرباء في العلن عشان بس يثبتوا إنه خطر. وفي الآخر طبعا كافة الفلوس هي اللي كسبت، ومشروعات تسلا الضخمة للكهرباء اللاسلكية اتوقفت. عشان ببساطة، مين هيدفع فلوس لو الكهرباء بقت مجانية؟ في أواخر أيامه تسلا العبقري ده عاش لوحده في فقر، وفي أوضة في فندق صغير، وكان بيقضي معظم وقته بيتكلم مع الحمام اللي بيجيله عند الشباك. لكن ده ما كانش نهاية الغموض. الراجل ده ادعى إنه اخترع شعاع الموت، سلاح يقدر يدمر أي حاجة من بعيد، ومحدش صدقه، اعتبروه مجنون خلاص. بس الغريب بقى بجد إن أول ما تسلا مات، الحكومة والمخابرات دخلوا أوضته فورا وشالوا كل أوراقه ومخططاته السرية. ليه بقى؟ محدش عارف. إيه الأسرار اللي كانت مكتوبة في الأوراق دي؟ إيه هي؟ وهل شعاع الموت ده كان فعلا حقيقة ولا لأ؟ لحد دلوقتي محدش يعرف الأوراق دي متخبية فين، ومحدش يعرف إيه اللي كان فيها. سؤالي بقى هنا ليكم، هل نيكولا تسلا كان مجرد عالم عبقري سابق عصره واتظلم، ولا كان فعلا مجنون بأفكاره الخطيرة؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.